عليكم. سلام. نعم يا عم. انا والله عليك يا اخويا، انت ايه اللي بتعمله في البنت ده وزعلان وتعلي صوتك عليها؟ بص يا عمي. ما بصتش، اوعى تنسى نفسك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا رشا؟ حرمة. عامله ايه؟ عملت لنا حاجه حلوه على الغداء؟ عملت لك كل حاجة حلوة. انا قاعدة مستناك عشان لما تصلي عشان اقول لك على حاجة حلوه؟ ان شاء الله حلوة. قولي. بص، في واحد زميلي في الشغل اسمه محمد. ماله؟ راجل كويس كده ومحترم، كان عايز يجي يقابلك عشان يتقدم لي. مبدئيا الف مبروك، بس ده تعرفي منين وازاي يعني؟ زميلي في الشغل. كويس يعني، ابن ناس؟ كويس ومحترم، وان شاء الله لما تشوفه هيعجبك. وام وابوه ولا ما تعرفيش حاجه خالص؟ لا، ما اعرفش حاجة. طيب على خيرة الله. شوفي عايز يجي يقابلني امتى وانا تحت امرك. شوف الميعاد اللي انت تقول عليه بابا. بس خدي بالك اختياري. اللي انت تشوفه برضه. انا امنك وكل حاجه، انا بس مش هقول اختياري. اللي انت تقول عليه يمشي. طيب يا حبيبتي، ربنا يقدمك بالخير. ماشي يا بابا. خدلنا منه ميعاد وفي اي وقت شرط. الوقت اللي يناسبك ايه طيب؟ اللي انت عايزاه، انت عارفه طلعت معاش وعايز القرد في البيت اهو. ايه؟ ماشي يا بابا. اروح احضر لك الغدا بقى واقول له ده على انت الميعاد. كده غديتيني وعشتيني وفرحتيني وبسطتيني. اقول له على الميعاد اللي يناسبك اللي انت عايزاه. ماشي يا بابا. ماشي يا حبيبتي، ربنا معاك يا رب ويرزقك. حاضر. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. عليكم السلام. ازي حضرتك يا عم؟ استاذ محمد. محمد مع حضرتك. اهلا وسهلا حبيبي، اتفضل. الله يخليك. اتفضل اتفضل. انا جيت على حسب الميعاد اللي رشا قالت لك عليه الميعاد. ايوه انا منتظرك. ربنا يبارك فيك يا رب. دلوقتي انا جاي طالب القرب من حضرتك وطالب ايد بنتك. وده شيء يشرفني. ربنا يبارك فيك. طالما هي اللي مختار. الله يخليك. طبعا بالنسبه للشغل، هي انا شغال معاها في نفس الشغل. شغالين سوا. شغالين مع بعض سألت على حضرتك كويس وعليها ونعمل تربيه وكده. ربنا يخليك. فاستخرت ربنا وقلت ايه اجي اتقدم يعني. وانا تحت امرك. بالنسبه لوالدي ووالدتي متوفين. البقاء لله. الله يخليك. واخواتي ماليش اخوات، انا لوحدي ومن بلد في الصعيد. واحنا اهلك. ربنا يبارك فيك. ده العشم برضه. ربنا يخليك. فجيت اشوف يعني تعرف ببعض، وانا جاهز لاي سؤال حضرتك تسالوني يعني. هو مبدئيا انا مرحب بيك، بس تدينا فرصه كده يومين ثلاثه اسال عليك برضه. ده حق وواجب. اكيد طبعا. تمام. مفيش مشكله. لكن مبدئيا ان شاء الله انا موافق عليك. ان شاء الله. ان شاء الله. خلاص خد وقتك براحتك خالص، وتليفوني مع رشا وزميلتي في الشغل طبعا زي ما قلت لك، فاديني الرد ان شاء الله خير باذن الله. يومين ثلاثه كده ان شاء الله، وكلمني انت خلاص عشان ارد عليك. طيب خلاص ماشي. طب اشرب حاجه. طيب ربنا يخليك. بجد ربنا والله. يخليك. اعمل لي حاجه يا رشا. لا ما تسيبهاش ما تسيبهاش. ان شاء الله المره الجايه بقى. طيب بعد الموافقه باذن الله نيجي نشرب ان شاء الله موافقين باذن الله، موفقين ان شاء الله. مع السلامه. تأمرنا باي خدمه. الله يخليك. الله يكرمك. السلام عليكم. مع السلامه. يا رشا. رشا. ايه يا بابا؟ ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه الاخبار؟ تمام. واد باين عليه ابن حلال وكويس ومؤدب كويس. ومقطوع من شجره، يعني لا امه هتضايقك ولا ابوه ولا اخوه، دي جت من عند ربنا. يا مسهل يا رب. يعني ارتحت للموضوع؟ انا مرتاح الموضوع، بس في حاجه تاخدي بالك، اذا كنت حتى عايزه تقولي له انا لازم امنك من كل حاجه. انا ماليش الا انت، وانا زي ما انت شايف رجل بره ورجل جوه. ربنا يبارك في عمرك. فلما اجي اتفق معاه على اي حاجه ما تعرضينيش. اللي انت تشوفه هيمشي. انا ليا غيرك يا بابا. انا حاسس ان انا ربيت صح، بالفعل ربيت صح. كلمتك لازم تمشي على الكل. ربنا يخليك يا ستي. ربنا يخليك لنا يا بابا ويبارك في عمرك يا رب. تتغدي لو ننزل نتغدى بره ولا تعالى ايه؟ نتغدى هنا. ما احنا عاملين زي المقاطيع اهو، مقطوع واحنا مقاطيع احنا اللي انت كمان. عايزه كله عاملوه لك. ربنا يخليك يا بابا. خش غالي وننزل نتغدى بره النهارده. خلاص يا بابا. بالمناسبه الجميله دي. ربنا يخليك ليا يا رب. ربنا يسهل لك امورك يا بنتي يا رب. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا بحضرتك يا عم. انا رشا اتصلت عليا وقالت لي بابا عايز يقابلك ويقعد معاك. وانا مستنيك. ربنا على يبارك. فكره انا سالت عليك ولقيتك من احسن الناس في بلدك، ربنا يبارك فيك. وده حاجه تشرفني. تشكر في اصلك. الله يخليك. طيب تعالى نتكلم بقى ونشوف طلبات حضرتك ايه، وانا عناية ليك من اي حاجه انت عايزها. شوف انت عايز تعمل ايه. يعني نشوف يعني مثلا بالنسبه للعفش، يعني حضرتك هتجيب ايه وانا هجيب ايه، لا فنتفق يعني. انا مش هجيب حاجه، انت تجيب كل حاجه. كل حاجه في العفش. ومن الغالي. بس انا حاجه تكون على مستوى عالي جدا. يعني العفش كله عليا انا. ايوه
ايوه. بس اللي انا اعرفه ان العروسه بيبقى بتجيب المطبخ، بتجيب الاجهزه، حاجات زي كده، وانا بجيب بقيه الشقه. شقه ايه؟ يعني طب يعني على الاقل طب تعالوا شوفوا الشقه الاول. شقتي اتفرجوا عليها شوفوها، انا مشطبها سوبر لوكس. شقه ايه يا ابني؟ يا رشا ما قالتلكش قالت لي على ايه؟ ان ليها شقه في البيت ومجهزها لها من مجاميعه على اعلى مستوى من الديكورات. ناقصه العفش بس. شقتها هي؟ بتاعتها. طب ما انا عندي شقتي هتجوز فيها ومشطبها. لا لا بص بقى، شقه تمليك يعني مش مأجرها. انا اقول لك على حاجه. انا ما اتجوزتش وما رضيتش اجيب لها مرات اب ولا حاجه ولا اضايقها، واشتري رهبت نفسي ليها ربنا يخليك. على اساس انها ادناها قاعده معايا وعايشه معايا. انا ماليش غيرها وهي مالهاش غيري. فاذا كان يا ابني الكلام ده يناسبك انا تحت امرك. فاجئتني كده بالموضوع ده يا رشا، ما جابتليش السيره عنه بصراحه يعني. انا جاي اتفق معاك على موضوع العفش عشان خاطر اجهز حالي ونفرش شقتنا ونتمم الجواز. بيع شقتك وهات بيها العفش الغالي اللي انا قلت لك عليه. بس ده اللي انا اقدر اقوله لك، لكن مشان بنتي من عندي ده من رابع المستحيلات. انا كده هبقى عامل زي السمكه اللي طلعت من ميه. طيب يا عمي انا مش عارف اقول لحضرتك ايه بصراحه، انت فاجئتني بالموضوع ده، فممكن يعني استاذنك تديني يومين افكر فيهم واديك الرد. براحتك يا ابني، انا بنتي عندي مش مستعجل على جوازها. خلاص ماشي. طب استاذنهم طيب؟ طب ما تقعد تتغدى معانا. ربنا يخليك ربنا يخليك. ماشي يا حبيبي، مع السلامه كده ان شاء الله اوديك الاوكي. ومنتظرك. مع السلامه. مع السلامه. الف سلامه. الو. الو. ازيك يا محمد عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا رشا، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله ربنا يخليك. انت ليه ما قلتليش على موضوع الشقه اللي ابوكي بيكلمني فيها ده؟ انا ما جاش في بالي، وبابا قال لي سيبيني اتفق معاه براحتي يعني، قلت له خلاص اللي تشوف. طب مش انا قايل لك ان انا عندي شقتي جاهزه ومتشطبه على الفرش على طول؟ ايه المشكله؟ مش هتخسر، خليها مقفوله. انت عارف ان بابا عايش لوحده وملوش غيري، ما يقدرش يستغنى عني. طب ما انا عارف كل الكلام ده ان انت ما يقدرش يستغنى عنك، بس انا راجل وشقتي جاهزه وعايزه اعيش حياه مستقره، مش هينفع اعيش مع ابوكي كده في شقتك. فمعلش بعد اذنك يعني ممكن تكلميه وتحاولي تقنعيه ان احنا نتجوز في شقتي. طب انا اقول لك على حاجه، احنا هنقعد في شقه، احنا في شقه بابا في شقه، مش هيقعد معانا في نفس الشقه يعني. ما انا فاهم. على الاقل ايه، يبقى معاك نفس البيت، وشقتك يا سيدي خليها مقفوله مش هتخسر. مش احنا بنحب بعض؟ انا والله العظيم انا بحبك ومش عايزه ازعلك، بس برضه ما اقدرش ان انا اسيب بابا لوحده. طب اعملي محاوله، يعني اعملي محاوله معاه، يعني لما تيجي منك انت ممكن يوافق. حاضر ماشي. يعني كلميه واعملي معاه محاوله ان احنا نتجوز في شقتي. انا هكلمه عشان خاطرك انت بس والله انا مش هين عليا اسيب بابا لوحده. ما احنا مش هنسيبه لوحده، مين قال لي احنا هنسيبه لوحده؟ كل يوم هتروحي له وكل يوم هنروح انا وانت مع بعض ونقعد معاه ونقضي اليوم، بس بعدين في شقتنا. هو يجي لنا برضه يقعد عندنا برضه، ايه المشكله؟ بس ان انا اقعد في شقتك دي يعني انا مستثقلها بصراحه، يعني انا بحبك وكل حاجه وعايزك، بس هو فاجئني بالموضوع ده، فانا قلت له طب هفكر ارد عليك، فقلت اكلمك تقنعيه. خلاص يا محمد انا هعمل محاوله، بس لو هو رفض شوف بقى انت هتعمل ايه. طيب خلاص سيبيه. بصراحه مش هينفع ان انا ازعله. ما انا عارف انت مش هتزعليه ولا تضايقيه، بس حاولي تقنعيه. حاضر انا هقفل معاه واكلمه واشوف هيقول ايه. خلاص ماشي. ماشي يا محمد. ماشي يا جميل، مع السلامه. الف سلامه. بابا. اهلا يا رشا. اعمل ايه يا بابا؟ نحمد الله يا بنتي، الحمد لله. كنت بقول لك محمد لسه قافل معايا التليفون دلوقتي. محمد مين؟ محمد العريس. خير. هو كان بيكلمني بيقول لي حاولي تقنعي باباكي نعيش في الشقه عنده هناك. اعتبر انك انت اقنعتيني، هيهون عليك تسيبيني يا رشا وتمشي. مش هيهون عليا، هبقى اشوفك كل يوم يعني. لا معلش. هو بيقول لي يعني ان انت فاجئتيني وان انا عايزه اعيش كراجل مستقل في شقتي. ويا بنتي ايه المانع؟ ما انت شقتك الشقه اللي انت هتقعدي فيها احسن من شقتنا 100 مره. ولا هو مش عايز يجيب عفش؟ لا سيبك من الموضوع ده. ما تخلينيش اقول لك انا رافض، عشان لو قلت لك انا رافض يبقى لا راجعه. شوفيه، خليه راجع نفسه. لو عنده استعداد لكده اهلا وسهلا، ما عندوش استعداد يصرف نظر وما تكلمهوش ولا تقعدي معاه في مكتب واحد.
ادعي نفسك من المكتب اللي هو فيه. خلاص يابا بعتبر نفسي ما قلتلكش حاجه، واللي انت تقول عليه يمشي. قولوا له بابا لو اتكلمنا في الموضوع ده هيرفض الموضوع كله. خلاص يابا ما تزعلش نفسك، انا اهم حاجه عندي رضاك. انا هكلمه واعرفه ان هو عايز يتجوز هنا ماشي، مش عايز يتجوز خلاص براحته. اعملي فنجان قهوه بقى. حاضر يابا. الو، ازيك يا محمد عامل ايه؟ ازيك يا رشا، اخبارك انت ايه؟ الحمد لله تمام ربنا يخليك. ايه الاخبار؟ والله انا كلمت بابا زي ما انت قلت لي بالظبط. بس بصراحه هو موافقش. مصمم يعني ان احنا نيجي نعيش معاه في نفس البيت؟ مصمم عشان مش عايزك تبعد عنه يعني. مش هين عليه ان انا امشي واسيبه. فانت يا محمد مش يعني ان احنا مش هنسيبك وكده يعني نفضل قاعدين معاه؟ قلت له فهو زعل، وانا بصراحه ما اقدرش على زعله ابدا. فانت يا ابن الناس موافق على كده ماشي، مش موافق ربنا يوفقك مع واحده غيري يعني. لا ازاي بس الكلام ده يعني؟ انت عارفه ان انا بحبك وكده وابيع الدنيا كلها عشان خاطرك. ماشي انا عارفه انت بتحبني، بس برضه ما رضاش ان انا اغصبك على حاجه. انت لو موافق على الموضوع اللي بابا عايزه ماشي. طالما ان باباك عايز كده وانت مش قادره تزعليه وكده، فاحنا مش هينفع نزعله. فخلاص حددي لي موعد معاه وانا موافق ان احنا نيجي نعيش عندكم واجيب العفش اللي هو عايزه ونتمم الجواز. ربنا يخليك ليا يا محمد، وانت عارف اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. اكيد طبعا، ربنا يخليهولك يا رب. الله يخليك يا محمد. خلاص كلميه بقى وحددي لي معاه ميعاد واجيله فيه ونقعد نتفق. خلاص ماشي ربنا يخليك. ربنا يتمم ما فيه خير ان شاء الله. الله يخليك يا بابا، الله يخليك. ماشي يا حبيبي. ماشي يا حبيبي، مع السلامه. مع السلامه. ألف سلامه. مع السلامه. يا اهلا وسهلا. الله يخليك يا عمي. ايه رايك في العفش اللي انا جبته؟ بسم الله ما شاء الله، جميل زي ما حضرتك طلبت بالظبط واحسن كمان. ده ومن من ذوقك، من الغالي والله. اللي انت طلبته من الغالي. ربنا يكرمك. الله كله يخليك. ليه؟ الله يخليك. انا باخد حاجه ليا عشان بس العروسه بتاعتنا تبقى مبسوطه. لا مبسوطه. الله يخليك. طلباتك ايه تاني؟ في حاجه تاني ناقصه ولا حاجه ولا كده خلاص؟ لا خلاص الحمد لله رب العالمين. تمام. بس في حاجه صغيره قوي كده. امورني. القايمه. ماشي يا عمي، بس اللي انا اعرفه يعني ان موضوع القايمه ده لو شقيت انا والعفش في شقتي همضي على القايمه عشان تضمن حقها. انما دي شقتها هي والعفش اللي انا جبته حطيته في شقتها، يعني حقها مضمون عندها. يا سلام. فموضوع القايمه ده يعني ما فهمش، انا بسالك يعني. شفت عروسه قبل كده دخلت من غير قايمه؟ ده حق بنت، حق وليه. ماشي، لا ما كل الناس بتمضي على قايمه بس أيوة. بس يعني ما بيبقى في شقه جوزها. طب ما دي برضه تعتبر شقه جوزها يعني، ايه الفرق هنا من هناك يعني؟ مضايقاك؟ لا عادي، لا عادي مش مشكله. هو الحاجات اللي مكتوبه هي اللي انا جبتها فعلا في حاجه زياده؟ لا لا لا. جريت عليك في حاجه؟ خلاص ماشي. عايز امضي لك فين؟ انا صحيح انت اول مره تتجوز هنا والناحيه الثانيه. ومعاهم ده ايه كمان؟ ده وصل امانه على بياض. طول ما انت صايم بنتي وحطيتها في عينيك دي حته ولع مرمله في الخزنه. وصل امانه؟ قال لك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وصل امانه. يعني ايه وصل امانه برضه؟ مفيش عريس بيمضي على نفسه وصل امانه يعني. مفيش، بس انا بقى ليا مبدا لوحدي كده وقانون لوحدي وشرع. معلش يا محمد امضي، ده كلها شكليات بس. شكليات امضي على وصل امانه على الابيض؟ ما تسيبيه يمكن ما يمضيش. ليه طيب؟ ما انا جبت العفش وعملت لك كل اللي انت عايزه. ده حق وليا ولازم يتعمل. ينفع ما ينفعش خلاص. انا دخلت البيت من بابه وانا شاري ونفذت كلامك كله، وعشان كده انا فتحت لك الباب وقلت لك اتفضل. هو انت هتنط لي من الشباك؟ كده لا كده مفيش فرق بيننا واحنا مع بعض، بس احنا عايزين اللي بابا عايزه نعمله. يعني انت يعني راضيه بوصل الامانه ده؟ هو طالما بابا عايز كده خلاص. مش مسألة بابا عايز كده، انا عشان ابقى مستريح نفسيتي. انت عارف يا ابني طب ايه لازمتها طيب وصل الامانه؟ لازمته ايه طيب؟ يعني افهم بس وجهه نظرك، يعني لازمته ايه؟ هو انا عايز كده تحكمات بس يعني وخلاص. مش مسألة تحكمات يا ابني، واضح انك مش عاجبك. لا مش قصه مش عاجبني يعني، بس بنتناقش مع بعض يعني. انا اول مره اشوف موقف زي كده. دي قايمه وانت اعترضت عليه، ودي اول مره اسمع حد اعترض على القايمه اهي. ادينا وصل الامانه ده اضمن حاجه بانك انت تمشي معاه ملتزم طول العمر. ادينا مضيت على القايمه اهي خلاص. انا قلت لك من الاول ان بابا بيحبني وعايز يضمن حقي. دي القايمه مع حضرتك. خايف عليها. لا هاتوا الاثنين مع بعض. محمد حاضر. انا عرفتك ان بابا بيحبني وعايز يضمن حقي.
عشان خاطرك انت. لكن هو مش ناوي لك على شر ولا حاجه. لا وانا عارف ان على شر ليه، ده انا جوز بنته يعني، وانا عملت زي له اصلا ابني حاجه بالظبط. عملت له حاجه بس يعني. عشان كده بقول لك كلها شكليات. خلاص ماشي، انا عشان شاري امضي لك على اي حاجه انت عايزاها. اتفضل يا عم. بس يا سيدي الف مبروك عليكم. اشرب بقى الحاجه الساعه. مبروك عليك. مبروك عليك يا سيدي. طب المره دي حاجه ساقعه، عايزين نشرب الشربات بقى. ميعاد الفرح طالع. مع الفرح بقى، في الفرح هاته وانت جاي. عليك انت بابا الشربات ده. علي انا؟ اه كمان عايز اجيب انا الشربات. لا يا عم اجيبهولك. ماشي. واقول لك على حاجه كمان، الفرح بتاعك هيتعمل في احسن قاعه فيك يا بلد. على ربنا حسابك. يخليك لينا يا رب. ربنا يخليك يا بابا. احنا مالناش غيرك. في حاجه تانية؟ انا والدي امي وابويا ميتين، الحمد لله رب العالمين، ده من حسن حظنا. فانت ابويا. انت ابويا. يا عم تعيش وتفتكر. فانا عايز اعيش في وسطكم، سواء في شقتي او في شقتها. انت كده اتجوزت بنتي بقيت ابني. تمام. طول ما انت ماشي حلو على الصراط المستقيم يا سيدي هشيلك على دماغي. عوضت هتلاقي عفريت قدامك. لا ان شاء الله. سامع؟ ربنا ما يجيبش مشاكل. ما عنديش هزار مع بنتي خالص. ان شاء الله ما فيش مشاكل، وهي انسانه محترمه وانا هشيلها فوق دماغي من فوق. وخلي بالك انت خدتها بتشتغل وموظفه قد الدنيا، ما تجيش بعد كده تقول لها عودي. لا لا لا، ده زميلتي في الشغل يعني. ايوه. خلاص ماشي. انا بعمل حساب الحاجات دي قوي قوي. طب وعارف حركات العرسان بيخشوا كده بسبح، بعد كده يقلبوا مشايخ وعفاريت. ان شاء الله يا بابا ربنا ما مش يجيبش هيحصل مشاكل حاجة. باذن الله. ربنا يسترها. طب نحدد الخميس الجاي ان شاء الله. حددوا انتوا بقى مع بعض، يبقى انا عملت اللي عليا. ايه رأيك؟ ايه يا رشا؟ اللي انت شايفه يا بابا انا عامله. شوفوا انتوا عايزين ايه ورتبوا مع بعض وانا هعمل الاثنين ليكم. الشقه اتفرشت نظبط مع بعض وكل حاجه. خلاص اوكي. ربنا يخليك لنا يا حاج. حبيبي. طب تقعد بقى نتعشى سوا بقى النهارده. لا لا لا، ما مش خلاص مشكله، بقى. عشان الحق بقى اجهز الحاجات اللي ورايا وكده. طيب يا سيدي ربنا ايه؟ ما تشربش حاجه الساعه. مش اشرب. طيب حاضر، عشان ما تزعلش بس. اهلا اهلا. صباحيا برجع عليك. الله يخليك يا عم. عاملين اتفضل ايه؟ يا عم اتفضل. لا اتفضل ايه؟ انا مستنيكوا على الغدا تحت، جهزت لك غدا عريس. غدا ايه؟ ما احنا هنتغدى هنا، الثلاجه مليانه. تعالى اتغدى انت ربنا معانا. يزيد ويبارك. بس انا مستنيكوا تحت. طب اتفضل. طيب ما تأخرش. ما ينفعش. طب انت واقف على الباب كده. لا ينفع، يلا بس بسرعه انا مستنيكوا. ايه يا رشا؟ ايه يا محمد؟ ابوكي جاي في اول يوم صباحيه. دخل؟ ما دخلش، ده هو بيأمرني هات مراتك وتعالى عشان انا مجهز الغدا. غدا ايه وبتاع ايه؟ ما التلاجة مليانه اهي. طب ايه المشكله لما ننزل ناكل مع بابا تحت؟ لا يعني احنا في الصباحيه وفي اكل كتير في التلاجة. هو انت عايز- تخشي اعملي لنا حاجه ناكلها ونتغدى وبعدين في شقتنا. هو عايش معانا في بيت واحد، ينفع يعني نسيبه ياكل لوحده؟ ماشي بس مش من اول يوم كده يعني. وكتر الف خير وجاب الاكل جاهز، انا لسه هقف في المطبخ واعمل الاكل. يعني ايه يعني برضو؟ يا محمد ما ينفعش نزعل بابا عشان خاطري، هو قاعد لوحده تحت. يلا عشان خاطري، احنا لسه بقى متجوزين، مش عايزين نزعل مع انا بعض. عمال اتنازل عشان خاطرك. معلش عشان خاطر بابا، بعتبره ابوك برضه يعني، وبيقول لك كده فده تزعله. حاضر عشان خاطرك انت بس. ايه ماشي. يا اولاد اتبسطتوا؟ تعبناك معانا يا بابا على الاكل اللي انت جبته لنا. من انا والشبه حبيبتي. ربنا يخليك يا يا رب. سي محمد تمام مبسوط؟ تسلم ايدك يا حاج. خد دي بقى. انتوا كل يوم من هنا ورايح فطار غدا عشاء عندي، تطلعوا على النوم بس. اظن مفيش احسن من كده. خلاص وانا هنزل اعمل اكل تحت وناكل تحت. لا ما انا مش عايز اتعبك، ما انت بتيجي من الشغل مش كل ما اجيب تعبان. اكل من بره بقى، اكل بيتي شويه. انا اعمل لكم زي العيال بتوع المدارس، تنزلوا تاخدوا السندوتشات، تفطروا بالشغل، تيجوا تقولوا مجهز لكم الغدا والعشاء. والله ربنا يخليك لينا يا بابا يا رب. ايه رايك؟ والله اللي تشوفه رشا. عمرك شفت اب زي ده؟ ربنا يخليه لينا. يا رب اللهم امين يا رب. شايفك مش مبسوط. مش عايزين نتعبك بس. شايفك مش مبسوط يا لا اهم حاجه عندي تبقى انت مبسوط. يا ولاد نبقى مع بعض بدل ما تسيبوني لوحدي كده في احنا الوحده. سايبينك لوحدك. الوحده قاتله انا برضه. عمري ما انا اسيبك معاك ابدا. واحد ولا ربنا زعل يخليك نفسك. ليا يا بنتي. ماشي. ايه اتفقنا؟ اللي تشوفه حاجه. وانا يا عم اللي هتغدى بيه النهارده مش هتغدى بيه بكره، وتعشى بيه النهارده مش هتعشى بيه بكره. ايه رايك؟ اظن عداني بالعيب اللي وازعل. هو يقول عليه انا موافقه عليه. اللي بابا بيقول عليه. ربنا يخليك لنا يا رب. ماشي. انا بقى سيبكم تستريحوا، عايزين تطلعوا عايزين تقعدوا، عايزين تخشوا الاوضه الثانيه تناموا ريحوا. لا 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 انا نطلع شقتنا فوق. يلا. طيب اللي يريح. استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا محمد؟ ايه شكلك يعني متضايق ايه كده. اللي ابوك بيقول عليه ده؟ اول ما بابا قال على موضوع الاكل لقيتك وشك اتغير. انا في مش ايه؟ موافق على اللي بيقول عليه ده. ليه يا محمد؟ انا قلت في ايه؟ اتكلم معاك انا وانت في شقتنا كده عشان اللي بيقول عليه ده مش هينفع.
في ايه يا محمد؟ ايه اللي فطار وغدا وعشاء تحت ده؟ انا عايز احس ان انا متجوز. هو انت تكره العزوه يعني؟ يعني يا ستي العزوه على دماغنا من فوق، ما هو معانا في البيت اهو. انا بتكلم في الحياه الزوجيه. معلش يا احمد انا اقول لك على انا وافقت ان انا اتجوز في شقتك، هنعيش لوحدينا. ابوكي معانا في نفس البيت تحت، مفيش مشكله. بس يتحكم بقى ان احنا لازم ننزل نقعد مع نقضي اليوم كله ونفطر ونتغدى ونتعشى. احنا عرسان جداد. معلش انا اقول لك على حاجه، انت كنت متعود عايش لوحدك. ماشي. جيت هنا الظروف متغيره، فانت مش متعود على كده. لكن ده ابويا، انا ما ينفعش اسيبه لوحده. طب اعمل ايه طيب؟ فيها ايه لما نتغدى معاه ولا نفطر معاه ولا نتعشى معاه؟ انا مش واخد حد راحتي. يكره؟ مش واخد راحتي. ده هيبقى جد عيالك بعد كده، زي ما يكون حنين علينا هيبقى حنين على عيالك بعد كده. صح ولا غلط؟ مش عارف اقول لك ايه والله. انت عشان في الاول بس زي ما بقول لك مش متعود على كده، مع الوقت هتتعود. ما انا مش عايز اتعود على كده، انا متضايق من كده. ليه طيب؟ في حاجه اسمها اتعود؟ طب ما احنا طلعنا شقتنا اهو وقاعدين مع بعض اهو، ما جاتش على وقت الاكل نفطر بس. ونتغدى ونتعشى يعني تحت يعني. في الاول بس، في الاول، وبعد كده بابا اكيد ايه مش هيلتزم بالموضوع ده يعني. احنا عشان لسه متجوزين جداد، فهو بس ايه في الاول انا والله يعني. مش عايز ازعله بس، ومش عايز اتكلم معاه عشان خاطرك انت. بص اقول لك على حاجه، بابا يعني ما يقدرش يستغنى عني. على مرتبط دماغي بيا. من فوق، ما قلتش حاجه. افهمك على حاجه، مرتبط بيا بطريقه فظيعه، فان انا بطلع اصلا ابيت في حته وهو وبيت في حته دي كمان. هو- ما ننزل نبات معاه تحت بقى احسن. اسمعني بس، دي عنده مش بالساهل، فواحده واحده. المره دي جايه في الاكل، المره الجايه يسيبنا نتغدى لوحدينا، المره ما الجايه يا خوفي من اللي نتعشى جاي بعد لوحدينا. كده، يا خوفي من اللي جاي. اسمع بس ما الكلام. كنا اتجوزنا في شقتنا وخلاص، هو بقى يجي لنا بقى يجي لنا احنا نروح له بمزاجنا. معلش عشان خاطري، ما كل حاجه عشان خاطر. انا ولا عايزاك انت تزعل ولا عايزاه هو يزعل. وانا مش عايز اتكلم معاه عشان ما ازعلوش. ابوكي عصبي اصلا وبيدي اوامر، وانا مش عايز اتكلم معاه عشان ما نقفش مع بعض. انا والله العظيم ولا عايزاك انت تزعل ولا عايزاه هو يزعل. ان جت على الاكل والشرب يا سيدي انا هاجي مش على نفسي مشكلة. عشان خاطرك انت. اقول لك على حاجه، هناكل تحت، لو مش عاجبك الاكل هطلع اعمل لك اكل غير. ايه رايك؟ مش قصه مش عاجبني، انا عايز احس بالزوجيه، الحياه الزوجيه، انا وانت نقعد ناكل مع بعضينا كده يعني. مش هو يبقى قاعد معانا كده نطلع ناكل تاني مع بعض. طول ما احنا قاعدين على الاكل عمال يتكلم معاكي وانت تتكلمي معاه، عمال وانا قاعد وخلاص عمال اكل. طب انا عايز احس الاحساس ده، انا وانت قاعدين على الاكل اساير معاكي تساري معايا كده. انما هو اللي متجوزك مش انا. معلش في يوم كده نقول له نطلع نتغدى بره، ربنا يهديه بقى. نبقى نطلع نتغدى بره في مره وما نقعدش نتغدى معاه. ماشي عشان خاطرك انت بس. ماشي يا حبيبي. بقول لك ايه يا رشا، نعم يا محمد. ما تقومي تعملي لنا كوبايتين شاي كده نطلع نتفرج على التلفزيون. نفسي كده احس ان انا متجوز وعندي شقه وعندي زوجه واحس بالحياه الزوجيه. عينيا من عينيا، بس يعني ما انت كل ده مش حاسس بالحياه الزوجيه يعني. احسها ازاي بقى وابوكي كل شويه فقر بزنا؟ انا حاسس ان انا انت متجوز مالك ابوك. من ابويا يا محمد؟ اهو تليفونك بيرن. انت اللي جبت سيرته، انا مش هو؟ دعوه. هو مش اللي جبت سيرته، ابويا حبيبي يعني. سيبها فاضيه مش هنخلص احنا كده بقى. الو، يا رشا ازيك؟ ازيك يا بابا، عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. بقول لك ايه، امم في حته دي مسرحيه شغاله وانا قاعد اتفرج عليها لوحدي وروحي طلعانه وزهقان، ما تنزلي تتفرجي معايا عليها كده زي زمان. حاضر يا بابا، عينيا. ماشي انا استناكي. خلاص ماشي. اجيب يلا. محمد واجي. براحتك بقى. ماشي يا بابا، ماشي، يلا مع حبيبي، السلامه. مع السلامه مع السلامه. محمد ايه ومسرحيه ايه؟ انتوا حاسين ببعض؟ لا انت لسه بتقول لي بص. استنى بس، مش لسه بتقول لي انا هنتفرج على التلفزيون؟ نتفرج مع بابا تحت على المسرح. لا انا بابا ليه يا رشا؟ ما تعصبنيش بقى. في ايه يا محمد؟ بقول لك ايه، انا الموضوع ده كده مضايقني، مش هينفع كده بقى خلاص. انا جبت اخر يا ست. طب حتى اللحظه اللي خلاص هنقعد فيها مع بعض ابوك يقول لك مسرحيه ايه؟ طب انت بتزعق ليه يا ما محمد؟ يخش ينام دلوقتي اتاخر. طب انت بتزعق ليه طيب؟ ما اخر زعق طبعا واخرب الدنيا. انا مش هينفع الوضع ده معايا. انا بقول لك اهو مفيش نزول عند ابوك ازاي انا ما انزلوش يعني؟ كده. جوزك ولا ابوكي؟ انا دلوقتي اخترت الاول وقلت لك يلا نتفرج على التلفزيون الاول، وقومي عملنا كوبايتين شاي. قلت ماشي وكنت مبسوطه والدنيا حلوه. هوب نط لنا في التليفون. ايه الفرق بين التلفزيون والتلفزيون تحت؟ مفيش لا في فرق. انا عايز اتفرج انا وانت لوحدينا، مش عايز ابوك يبقى قاعد في طب والراجل وسطينا. قاعد لوحده تحت ده يعني ماليش فيه. اتصل عليه بقى واعتذري له بقى. لا يا محمد انا مش هينفع اعتذر له. يعني ايه؟ انا هنزل اتفرج مع ابويا على المسرحيه، عايز تنزل معانا انزل، مش عايز خلاص. معلش يا محمد كده يعني؟ مش هينفع اسيب انا ابويا مش لوحده. هتفرج ولا عايز اشرب شاي ولا هنزل.